أثار إعلان ترويجي لبنك مصر قدمه المطربان محمود العسيلي وحمزة نمرة حالة من التفاعل والجدل بين مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وذلك بعدما ظهر في منطقة جبلية تم تقديمها في الإعلام بوصفها منطقة جبل موسى، والتي يعتقد أنها نفس التي شهدت معجزة كلام النبي موسى مع الله. واعترض طيف واسع من المنتقدين على فكرة الغناء فوق مكان مقدس وهو جبل موسى الذي كلم عليه الله نبيه موسى. وقدم محمود العسيلي إعلان بنك مصر كما هو معتاد منذ سنوات عديدة، وشاركه في هذا العام الفنان حمزة نمرة في تقديم هذا الإعلان. واعترض آخرون على فكرة وتصميم وإخراج الإعلان، حيث رأوا أن الفكرة والمضمون مكررين ولا يحملان أي جديد عن السنوات الماضية. وحول مشروعية الغناء على جبل موسى، قال الدكتور أحمد السيد أحد علماء الأزهر الشريف: تصوير الإعلان على جبل موسى الذي تجلى فيه الله سبحانه وتعالى على سيدنا موسى وكلمه، والذي له قدسية كبيرة، أمر لا يجوز. وأضاف: أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى أن يقلع عليه احتراما لهذا المكان المقدس، حيث قال تعالى: إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وتابع: إذا كان النبي موسى خلع عليه بأمر من الله عز وجل تقديسا للمكان، فكيف بمن غنى وتراقص بصحبة الفتيات؟ فيجب على كل مسلم تقديس الأماكن التي قدسها الله عز وجل، لا سيما في شهر رمضان الذي أمر الله سبحانه وتعالى العباد بزيادة الطاعات.